أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي. أن يتعلق قلب المسلم بالمسجد فهذا أمر طبيعي، واعتاد الناس على رؤيته. لكن من العجيب أن ترى كافرا يجد راحته وأنسه في بيت الله، وكلما ذهب إلى المسجد ذهب عنه الهم والحزن، وشعر براحة عجيبة قادته في نهاية الأمر إلى الإسلام. ستيف شاب فرنسي تاه في شوارع الحياة وضاع في أزقتها دون هدى، فضاقت عليه روحه وأظلمت الدنيا في وجهه، حتى قرر أن ينهي حياته بنفسه. ولكن يأبى الله إلا أن يهديه إلى الإسلام، فكان المسجد ملجأ لقلبه والمكان الذي وجد روحه فيه. السلام عليكم ورحمة الله. اسمي ستيف، أنا فرنسي وعمري 36 سنة. ولدت في باريس عام 1975 في شهر يناير. دخلت في الإسلام، وأريد أقص عليكم وعلى المشاهدين قصتي. فأنا من أسرة أرمينية، أصلي أرميني. هي أسرة نصرانية، الغالب في الأرمينيين أنهم نصارى. فنشأت كان نشأة كل أحد في مثل تلك البلاد الأوروبية والغربية، وربيت كما يربى الولد في أسرة كافرة. فمن ضمن ذلك فشاهدت ما يشهده الولد في هذه المجتمعات من تزيين الإشراك بالله عز وجل أولا، والكفر به، فهذا الأساس في هذه البلاد. وهذا التزيين للإشراك بالله عز وجل الكفر به عبر الأفلام أولا الكرتونية والأفلام العادية، وهذه يعني تربية يشهد كل أحد هناك. وشاهدت كذلك تزيين الفواحش من أكل الربا والزنا بشكل عام تحليل ما حرم الله، فهو يعني أساس تلك الشعوب أنهم يعني يحللون ما حرم الله، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. فهذا يعني كانت نشأتي. فلما جاءت سن الشباب فطبقت ما شاهدته من قبل طبيعيا، ورغبة في ذلك، لأن زين الشيطان الفاحشة فكنا نراها حسنة ففعلناها، مما يفعله من شرب الخمر والنساء والموسيقى. فجاء وقت في حياتي
جاء كرب وهم شديد، عدم السعادة التي نسعى وراءها في فعل هذه الأفعال، كان هذه الأفعال الفواحش تعطي سعادة، وبالعكس يعني يأتي عكس ذلك. وجاءني وقت شديد جدا في حياتي، أسئلة أسئلة في ما هي معنى كل هذه الحياة. ما كنت أسأل نفسي وأتساءل ماذا أفعل في هذا الكون؟ لماذا خلقت؟ وهذه الأفعال لا يعطيني سعادة أنا أراها، وأكيد في شيء آخر كذلك جاء يعني من الله عقوبة، ممكن نقول عقوبة في النفس، يعني ألم في النفس بسبب الذنوب في نفس الوقت، بسبب الفواحش كما ذكرت، وكذلك في نفس الوقت هذه الأسئلة. من الكرب والشدة جاءني رغبة في أن تنتهي الحياة. ما كنت أتحمل الحياة بهذا الشكل، ومن هذا الكرب مثلا كنت أتذاكر ما فعلت من الذنوب والفاحشة، وكنت أذكر ما كنت أزعم أمام الناس. فالكافر يزعم أنه عزيز كريم، ولكن يفعل كل هذه الأمور، كل هذه الأفعال السيئة يفعلها، لكن في نفس الوقت يريد أن يظهر صورة جميلة لنفسه. فكنت مثلهم، فكنت أزعم أنافق وأزعم أنني الكريم العزيز، لكن كنت أنظر إلى نفسي في المرآة ولا كنت أتحمل صورتي في المرآة. حياة ليس لها معنى. يستيقظ ستيف كل صباح على صورته في المرآة، فلا يرى أحدا أقبح من صورته، ولذا كان يكره صورته ويكره حياته. بل وامتد هذا الشعور لكل شيء في الحياة، حتى قرر أن ينهي هذه الحيرة والمعاناة التي يعيشها. تساؤلات تلح عليه كلما نظر إلى المرآة: ألهذا خلقت؟ ألهذا خلقت الحياة؟ كد في النهار، وفجور وفواحش في الليل، ثم هم وغم يعتصر القلب، فاختار أعلى برج في باريس ليضع حدا لتساؤلاته التي لا تنتهي، ولقلقه الذي لا يكاد يفارقه، ولحيرته التي ذهبت بعقله ولبه. كنت أقول لنفسي: أنت تزعم أنك كذا وكذا وعزيز وكذا، ولكن فعل كذا وكذا وكذا. كيف تزعم ذلك؟ فكنت أكره نفسي بشكل كبير، كنت لا أتحمل صورتي في المرآة، وهذا ما كان إلا أن يزيد شدة على شدتي. وأمور أخرى يعني في النفس، وأمور شديدة جدا لا أذكرها الآن. حتى جاءني الرغبة في الانتحار. كانت عندي أسئلة: ما معنى هذه الحياة؟ وهل أنا أعيش هذا العيش؟ أستيقظ في الصباح أطلب رزقا، وأن
انتظر الليلة أو نهاية الأسبوع لأعمل فواحش، وهكذا كل حياتي وهذه الحياة ليست لها معنى. فهل أعيش هكذا طول حياتي؟ هل أكيد أن وجودي في الكون له غاية أخرى. فجاءني ما كنت أريد الحياة بعد ذلك. إذا كانت الحياة هكذا، هي حياة الحيوانات، يستيقظون، يشربون، يأكلون، ينامون، ما هي فائدة؟ يسعون وراء أمور مادية، حياتهم كلها مادية. إذا ما لا توجد مادية، لا حياة لهم. هكذا أليس في للحياة شيء معنى آخر؟ حتى كنت في ذلك الزمن أراعي كل عمارة في باريس، أنظر إليها وأفكر من أيها أقفز فأموت. قلت هذه طويلة، هذه جيدة، هذه إذا خفت منها أموت بشكل أكيد يعني. حتى ذهبت إلى برج في وسط باريس، هي من أشهر البروج هناك، بقصد الانتحار. ذهبت وطلعت إلى السقف، والسقف يشاهد منه باريس كله، وهو مكان سياحي، فيفتحون السقف إلى هذا البرج فيطلع الناس. فكنت عند الباب، فبدأت أخرج النقود لأدفع المبلغ، فخرجت النقود حتى ما بقي للمبلغ المستحق إلا هلالة أو ما أشبه ذلك، فلم أستطع أدفع القيمة. فما كان لي إلا أن أرجع من الطريق الذي جئت به، فلم أقفز من البرج ذلك اليوم بقدرة الله سبحانه وتعالى. لكن الحمد لله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى جعل في صدري أني ظننت أن لا أحد ينجي إلا رب هذا الكون، ولا بد أن يكون رب، لا بد أن يكون رب. فظننت ذلك، فبدأ الطريق إلى الإسلام هكذا، بدأ الطريق إلى البحث، إلى بحث الحق من هذا الظن. ظننت أن لا أحد يستطيع إلا رب العالمين. التحق ستيف بمدرسة للفنون التشكيلية، وهناك في المقعد الذي بجواره يجلس شاب مسلم جزائري الأصل، كان مختلفا عن بقية الأصدقاء، كانت همته عالية وأخلاقه جميلة. كان يعجبه هذا الشاب، فكلامه مختلف، وتفكيره مختلف، واهتماماته مختلفة. لقد كان يتحلى بأخلاق الإسلام وقيمه وآدابه، فكان سببا في هداية ستيف إلى الإسلام وانشراح صدره وزوال همه وكربه. فهذا الشاب الجزائري المسلم أعجبني بأخلاقه، أعجبني كيف كان يرى الحياة، كيف كان يفهمها، كيف كان يطبق حكما في حياته،
وكل هذه الأمور كانت تأتي من الإسلام في الحقيقة، كانت تأتي من إسلامه، كانت تأتي من فعله للصلاة وبره بوالديه. فكان يعجبني بهذه الأخلاق، كان يصلي، كان يعمل بر الوالدين، كان يحترمهما، كان كيف كان يتعامل في حياته. فهذا كان من الأسباب التي دفعتني إلى أن كنت أحب أجلس معه، وكنت أفضل الجلوس معه، كنت أحب أن أسمع منه الكلام. جاء يوم قال لي هذا الشاب كلاما لم أنساه. قال لي: يا فلان، عرفت إني أحب أمي وأبي كثيرا، ولكنني أحب الله أكثر منهما. فهذا الكلام أثر في كثيرا جدا، وكنت أجده شيئا ثمينا كان عند هذا الشخص وما كان عندي، كأنه كنز عظيم، كأنني كنت أرغب في مثل هذا الشيء. وهذا الشاب كان عزيزا عندي أصلا، لكن بعد أن قال هذا الكلام طلع وكأنه صعد إلى السماء، وكان ما كان يزيد له عندي إلا رفعة بعد رفعة، وكأنني كنت أريد أن ألحق به في هذه الدرجات العلى. فكان هذا من أعظم الأسباب لدخولي في الإسلام، هذا الكلام كان من أعظم الأسباب. تزداد الصداقة بين الشابين، ويقضيان أوقاتا طويلة مع بعضهما، يتجاذبان أطراف الحديث. ولكن كما هي عادة المسلم في الحرص على هداية الآخرين والدلالة على الخير، هكذا كان الشاب المسلم حريصا على دعوة ستيف وإنقاذه من النار. فكلما شكى ستيف ما يعاني من هم وغم، أرشده الشاب المسلم إلى المسجد، هناك سيجد ما يشفي روحه. فهذا الشاب الجزائري كنا نقضي الوقت مع بعضنا، وكنا نمشي سوا في المدينة، نذهب إلى الأماكن، وكنت أبقى معه ونعمل الفنون التشكيلية فكان أصاحبه، وكنت أشتكي له أحوالي والكرب والهموم التي كانت عندي، وأشرح له الموضوع. فكان ينصحني، كان يريد الخير بي، وكان قال لي يوما: يا فلان، اذهب إلى المسجد ستجد فيه راحة. ففكرت تمام سنذهب. فعلا ذهبت إلى المسجد يوما من الأيام، ودخلته، وكان المسجد فيه ساحة وفي وسطها نافورة،
وكانت المصلى بمواجهة هذه الساحة، ولم أدخل المصلى، وإنما كنت في الساحة، دخلت ومشيت فيها وكنت أنظر حتى خرج من ورائي رجل وأنا متكئ على عمود، فكان هذا الرجل خرج من ورائي ولم أره، وبدأ ينطق بكلام مرتفع. فهذا الرجل كان المؤذن، ووقف جنبي، لم أره ولكن كان جنبي، وبدأ يؤذن الأذان للصلاة بصوت مرتفع. فحسست شيئا لم أحسه من قبل في حياتي. لما من أول الأذان الله أكبر، من أول الكلمة كأنه كان صدمة في صدري، في نفسي، في جسدي. بدأت يعني زلزلة داخلية حقيقية بدنية، مع أنه كانت نفسية كذلك، لكن بدنية حتى كان زلزال داخلي بدني حقيقي، وكان يأتيني البكاء. وأني لا أفهم العربية في هذا الوقت، ولا أنطق ولا بالألف ولا بالباء. فهذه اللحظة يعني نحت في نفسي، لا ككلمه الأول في محبة. من يغيث المستغيث إن لم تغثن فمن يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. إن كان لا يرجو رضاك إلا المطيع إلى هداك بمن يلوذ من عصاك أنت لمن قد ضلها. يا كريم الكرماء يا رحيم الرحماء أفض غيث السماء في الأرض فهي لنا مهاد. يا من يغيث المستغيث إن لم تغثن فمن يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. رجعت إلى المسجد مرة أخرى، ودخلت الساحة وكنت أنتظر، كنت أفعل ما فعلت في أول مرة. فخرج مسلم آخر للأذان غير المؤذن، لأن المؤذن كان غائبا، وكنت أسمع الأذان مرة أخرى، وأتاني البكاء مرة أخرى. وهكذا هذا اليوم
من هذه اللحظات كان الاهتمام بالإسلام أكثر فأكثر، لكن كان عندي تشويش، كان عندي إشكالات. كنت يعني متأكد أن الحق من هذه الكتب الثلاثة هي التوراة والإنجيل والقرآن. من الكتب السماوية كنت متأكدا أنه رب العالمين ولا بد أن نرجع إليه، لكن كيف كل واحد من اليهود والنصارى والمسلمين يزعم ويدعو إلى أنه على الحق، أنه هو الذي على الحق. فكان كان تشويش علي وكان التباس، فوفقني الله سبحانه وتعالى أن جعلني أتوجه إليه سبحانه وتعالى وأنا وحدي في غرفتي. فدعوته، دعوت الله سبحانه وتعالى وأنا لست مسلما، لكن من توفيق الله سبحانه وتعالى أنني كنت أعرف أنه سبحانه وتعالى عنده الجواب. فدعوته سبحانه وتعالى أن سألته أن يريني الحق أين هو، عند اليهود أو عند النصارى أو عند المسلمين. لما بعد هذه اللحظة فرجعت يوما آخر في المسجد كعادتي في هذا الزمن، وبعد أن انتهى الفترة التي كنت أجلس فيها بضع ساعات، ساعتين، ثلاثة، أو بعد أن قضي بعد العصر قبل المغرب تقريبا، قلت اليوم حسبي وأرجع إلى البيت. فبدأت أرجع إلى البيت وكنت أتجه إلى المواصلات، وفي الشارع فكرت ممكن أرجع قليلا، ما كنت أدري لماذا، ولكن قلت لنفسي أرجع قليلا لعل ربما يحدث شيء، فرجعت. يريد العودة إلى البيت، لكن شيئا ما يجذبه إلى المسجد. يخاطب نفسه لعلي أبقى قليلا في المسجد. جسده يريد الذهاب إلى البيت، وروحه تدعوه إلى العودة إلى المسجد، وكأنه في موعد مع القدر، قدر الهداية والإيمان بالله سبحانه وتعالى. سكن الكرب فترة والشدة، فبدأت أنسى اهتمامي بالإسلام، ورجعت الغفلة. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى علي أنه
جعل الكرب والشدة ترجع، جعل الكرب يرجع علي والهموم، وهي رحمة في الأصل. فحسست لا ظننت أنه لا أستطيع أن أتحمل نهائيا هذه الأحوال إذا رجعت وإذا استمرت هكذا. فدفعني ذلك إلى أن أقول خلاص الآن سأدخل في الإسلام لتنتهي هذه الأمور وهذه الهموم. فكانت لي رحمة فدفعني إلى أن أذهب إلى المسجد مريدا به الدخول في الإسلام. فذهبت وكان وقت المغرب، رجعت إلى مثل هذا المسجد ودخلت الساحة حتى أتيت باب المصلى ومسلمان يدخلان المصلى، فدعوتهما وناديتهما وقلت لهما إني أريد الإمام. فقال لي أحدهما: ولماذا تريد الإمام يا فلان؟ قلت: إني أريد أن أدخل في الإسلام. فقال لي: يا فلان، إنك لا تحتاج إلى الإمام، فيمكنك أن تدخل في الإسلام الآن، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتدخل في الإسلام. فقال لي: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقلت لا إله إلا الله، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فدخلت وصليت مع المسلمين. فكان أعظم شيء حصل في حياتي، فكان أغلى شيء عندي، فكان الحق الذي كنت أبحث عنه، وكانت الغاية من الحياة. إن لم تغثنا فمن يغيث، وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. وهكذا أسلم ستيف وغير اسمه إلى عبد الله، وأصبح قلبه كحمامة المسجد تأوي إليه بين الفينة والأخرى، ووجد حياته وراحته في بيت الله، يقضي وقته بين التعبد شكرا لله على نعمة الإسلام، وبين التأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. لا يزال يذكر ماضيه وكيف أنقذه الله من الكفر، وكلما رفع المؤذن صوته بالأذان جاشت نفسه بالبكاء.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن بعد أن دخلت في الإسلام تغيرت حياتي، تغيرت بشكل جميل جدا، وأذهب الله عني ما كنت أجد، كان في لحظة ذهب كل الهموم والكروب، كان في لحظة ووجدت راحة وطمأنينة. فكنت سعيدا، وجدت السعادة الحقيقية التي كنت أسعى وراءها في حياتي، والتي يسعى كل واحد وراءها. وهذه السعادة هي في الإسلام وليست في غيره. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. هي بعبادة الله، تصلي لله وتصوم لله، تحج لله. كل هذه العبادة وخاصة الصلاة تسبب لك هذه السعادة، يعطيك الله هذه السعادة بهذه العبادة بشكل أكيد. بعد الإسلام تأتي الابتلاءات والاختبارات من الله سبحانه وتعالى. هل تثبت على الحق؟ فهذه الابتلاءات إذا وفق الله الواحد لا تصرف المسلم عن الإسلام والإيمان. فما كنت أجد في نفسي من لذة الإيمان في قلبي والقربة من الله سبحانه وتعالى، كان كل ذلك فوق شدة الابتلاءات بلا شك. وثبت الله نفسي بالإيمان، وما أبالي بالابتلاءات ما دام الإيمان في قلبي، فهذا أغلى شيء. فمن الله علي بهذا الدين وعزني به، وأراني المعنى من الحياة، معنى الحياة، وأعطاني هذه النعمة. فلا، هذه النعمة لا تقدر بثمن. هي نعمة الإسلام، هي النعمة أغلى من نعمة الصحة، أغلى من نعمة الأولاد، أغلى من نعمة الأموال. ولو ذهب كل هذه النعم وبقي نعمة الإسلام فالحمد لله. هذا هو المهم. فلا أدري كيف أشرح هذه النعمة، ولكن إذا أعطى الله الواحد هذه النعمة فليتمسك بها ولا يتركها لأي شيء من الدنيا. نصيحتي هي آخر جملة من كلامي السابق، هو أن يشعر بأن الإسلام هي أكبر النعمة يكون عند العبد، فليتمسك بها. هذه هي نصيحتي للمسلمين، وألا يتركوا الإسلام ولا جزءا من الإسلام، فليوحدوا الله وليستبشروا
وأن لا يتبعوا الكفار في عاداتهم في دعواتهم، وليفتخروا من بدينهم. فما وجدته في الإسلام لم أجد في غيره، لم أجد في حياتي السابقة. وهذا هي نصيحتي، أن يحذر المسلم وليتمسك بهذه النعمة وليصلي وليتقي الله. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي